عايزة تعرفي العظمة دي أنا عملتها إزاي؟ يلا خشي وتعالي صفحتي وصفات على قد الإيد وأنا أقولك الزلابية بصوص الشوكولاتة. اهلا وسهلا بيكم حبايب قلبي. النهارده معانا وصفه جميله سهله، ونبتدي دايما وصفاتنا وكلامنا بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ويا ريت الاقي تفاعل، ان انا لسه اختكم جديده معاكم، فعايزه اشتراك في القناه، وان شاء الله هنفيد وهنستفيد من بعض. اي معلومه اي حاجه انت عايزاها تقدري تكتبها لي في التعليقات، وانا من عناية طبعا هرد عليكي. وزي ما انا قلت ان القناة بتبقى وصفات على قد الايد، ودايما ان احنا بنعمل حاجات للمبتدئين وسهلة ولذيذة لكل مشغولة. النهاردة معايا وصفة جميلة جدا، وهي بنسميها زلابية، لقمة القاضي. في بلاد تانية بتسميها العوامة، في ليها كذا اسم، بس احنا المتعارف عليها هنا الاسكندرية ان احنا بنقول عليها ايه، لقمة القاضي. ومكوناتها سهلة جدا، دلوقتي الأطفال بقوا بيحبوها. بتتعمل بصوص الفراولة، بتتعمل بصوص الكراميل، بتحط عليها صوص شوكولاتة، بيتحط عليها الشربات، بتحط عليها سكر بودر. ليها كذا طعم وكذا شكل يقدروا الأطفال يحبوها وياكلوها. ومعانا طبعا مقادير سهلة جدا جدا نقدر ان احنا نعمل بيها. لو عايزة متفقين كمية أكبر بنضاعف المقادير. معايا كوباية ونص من الدقيق. انا بعمل كمية صغيرة لان مش بحبها طبعا تبات يعني. كوباية ونص من الدقيق، عليها ذرة ملح بسيطة. هحط للكوباية ونص حوالي مقدار الدقيق بيبقى نصه مية تقريبا. فعندي كوباية الا ربع من المية، وما تنسيش ان هتبقى فيه مية دافية هدوب فيها الخميرة بتاعتي. فايه لازم اسيب، ما احطش مية كتير عشان العجينة ما تبص مني. فكوباية ونص عليها كوباية الا ربع. معايا معلقة خميرة كبيرة، معايا معلقة سكر، ومعايا معلقتين. يا اما تحطي 2 كاستر او تحطي 2 نشا، او تحطي واحدة وواحدة عشان تدي طعم. دي اساسيات لقمة القاضي. انا بحط سنة فانيليا، سنة بسيطة بتدي طعم حلو للعجينة. يلا بينا نطبق الوصفة ونصلي ونسلم على الرسول. قبل ما بشتغل دايما بجيب عندي كوباية مية دافية دفيان العين، يعني احط ايدي كده استحملها. احنا عارفين المية الدافية قوي او السخنة هتموت الخميرة معايا، فانا لازم اختبر الخميرة قبل ما احطها على المكونات عشان ما تبوظهاليش. فبحط شوية مية كده. طبعا قلت انا بعمل حسابي ان هيبقى فيه ميه تاني، فانا مش عايزه ابوظ المقدار. وبجيب الخميره بتاعتي وبحطها هنا، وبجيب سنه سكر لان احنا عارفين ان الخميره بتشتغل بالسكر عادي. عايزه تضيفي معلقه السكر كلها مفيش مشكله، عايزه تضيفي سنه بسيطه مفيش مشكله. انا النهارده مش هعملها بالشربات، فعلشان كده ما رفعتهوش على النار. بس طبعا انتي لو عايزه هتعمليها بالشربات لازم يكون شربات بارد. والشربات طريقته سهله جدا. السكر نصه ميه، لو 2 سكر بيبقى 1 ميه، 4 سكر 2 ميه. اعملي كميه شيليها معاكي في التلاجة، هتقعد ان شاء الله سنه. مش الشربات مش بيبوظ بره التلاجة، جوه التلاجة مش بيبوظ. انا دوبت معايا الخميره مع السكر، هحطهم على جنب. وطبعا لازم اشوف التفاعل بتاع الخميره عشان اقدر اقول ان هي شغاله وما بوظش الوصفه بتاعتي. هحطهم وهنيجي نطبق. عندي زي ما قلنا كوبايه ونص من الدقيق، عليها ذره الملح بتاعتنا. بنحط المواد الجافه مع بعض في معلقتين النشا مع الكاستر. هي معلقه ومعلقه، انا حاطه ده وده. الكاستر بيدي لون للعجينه بتاعتي، بتبقى مصفره كده وحلوه. وذره الفانيليا، هي ذره فانيليا بسيطه. في ما بيحطوش فما فيش مشكله يعني، انا بس بحب احط لها يعني، دي اضافه كده. هخلط المواد الجافه مع بعضها. هنزل بقى بالكوبايه الا ربع بتاعتي، وهشوف سمك العجينه. هنوصل لسمك معين مع بعض، ولا تقيله قوي ولا خفيفه قوي. يعني تقيله بس تقيله سايله. هنشوف دلوقتي مع بعض. وزي ما انتم شايفين الخميره عملت معايا فقاقيع كده، تبقى هي ان شاء الله شغاله. هننزل بيها وهندوبها كويس جدا مع الخليط بتاعي. همزجهم مع بعض وهوريكي بقى القوام اللي المفروض تكون عليه العجينه بتاعتي.
زي ما انتوا شايفين قلبتها كويس قوي. هوريكي السمك اللي المفروض تكون عليه. شايفه بتتمط كده زي المستيكه. بصي بتروح كلها معاكي، بتحسي ان هي مش ميه، مش سايله قوي ولا ان هي جامده. يا بصي ده السمك. وبعدين بقى تلتيها كده، اقعدي بقى لتي فيها كده شويه، لان لقمه القاضي بتحب اللت زي العجين الفلاحي بالظبط. بتلت معاكي. بصي بتتخن ازاي، شايفه سمكها تخن ازاي اهو كده. شايفه كل ما بلتها كل ما ايه، شايفه بتتخن اكتر ازاي. مره كده او مرتين كمان اهي كده سمكها مظبوط معايا. هسيبها بقى تخمر وهرجع اوريها لك وهي رجعنا لكم يا حبايب قلبي. وبصوا انا بقى دلوقتي هي خمرت معايا اهي زي ما انتم شايفين. طبعا انا كمان قلبتها مره، يستحسن تخمريها مرتين، بتطلعي الهواء كله منها وبعد كده ترجعي تخمريها مره تانية بتبقى احسن. فانا دلوقتي هبتدي ان انا احمرها بطريقه سهله وان شاء الله هتنفش معايا وهتبقى جميله. الزيت يكون دافي مش سخن، دافي مش سخن. هبتدي اسمي الله وهوريكي. طبعا معايا هنا معلقه زيت بمسح بيها بس المعلقه عشان تزحلق لي العجينه. فادي ايه معلقه الزيت، وبمسك كده. بصي بمسك كده وبضغط وبعمل كده. بصي بتتزحلق اهي، بمسح واضغط تاني. تقدري بقى انتي تتحكمي في الحجم اهو. طبعا الحركه دي لما الزيت يكون بارد بتسمح لي ان انا اطلع لقمه القاضي مش يعني ما تتحرقش معايا بسرعه لان الزيت بارد. لكن لو الزيت سخن انت مش هتلحقي تحطي وهتلاقيها بسرعه اتحمرت معاكي، فهتبقي مش عارفه تعملي ايه، تقلبيها ولا تخلي بالك منها على النار. فانا هعمل الكميه اهو، هبتدي اعلي النار، هخلص وهوريها. احنا شايفين كده هي نفشت، بس دول كان في بس الاشكال دي كان في اتنين لازقين في بعض وهم عملوا كده. لكن هي بصي شكلها مدوره وحلوه ازاي. لو زي ما انت شايفه ايدك بقى فيها من هنا لهنا، من هنا لهنا. لو انت هتاكليها في ساعتها حمريها للاخر. لو انت جايلك ضيوف عايزه تاكليها كمان شويه حمريها نص تحميره، طلعيها زي البطاطس النص محمره وارجعي ارميها في الزيت تاني. وقت التقديم هتقرمش جدا زي بتاعت بره وعمرها ما هتطرى وهتبقى جميله قوي معاكي. ثواني بصي اللون كده هوريكي شكلها النهائي والصوص عليها. انا هعملها بصوص الشوكولاته وبسكر البودره. استني الشكل ده، الشكل النهائي يا حبايب قلبي.